السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد عليكم ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الرقاق المقرمش الخفيف جدا، رواية جدا الجميل ده يا جماعة. على فكرة انت تقدري تشتريه، لكن لما بيتعمل في البيت كده بيبقى فيه نفحات حلوة كده قوي في الايام دي. ولما بتيجي تعملي حاجة بقى في البيت كده بتعملي جو عائلي جميل، وكمان ذكريات حلوة قوي لما كنا بنقعد مع اهلنا ويعملوا الحاجات اللي زي كده في الاعياد. عيد الفطر فيه الكحك والبسكوت والحاجات دي، والعيد الاضحى كنا نعمل من قبلها الرقاق ونجهز بقى البيت وننضفه والكلام ده كله، تنظيفة العيد بيبقى ليه يعني جو كده جميل جدا. يلا بينا بقى نقول المقادير وانتوا جربوا الفكرة اصلا يعني في حد ذاتها جميلة. طيب انا معايا هنا كيلو دقيق، احط عليه معلقة صغيرة من الملح، وهستخدم مية. المية بصراحة هي ملاش مقدار، يعني هي يعني اكتر من كوبايتين مية. تمام. فانا هاخد شوية شوية، كل ما بتحطي مية قليلة جدا وتحاولي تعجني. طبعا هي المية اللي تحطها مش هتعجن كمية الدقيق، ولكن بتعمل عرق كويس الدقيق كده لما تيجي تفرديه. يديكي نتيجة كويسة وتفرد معاكي ما يزهقكيش. فبتزودي المية بالتدريج كده لحد ما تبقى العجينة ملساء، مش طرية ومش ناشفة، ما بتلزقش في ايدك قوي، يعني تلزيقة خفيفة خالص تكاد تكون ما بتلزقش يعني. تمام. فانا بزود المية قدامكم بالتدريج اهي. طبعا لو مش متوفر عندك العجان تعجني على ايدك مفيش مشكلة، بس طبعا اللي عارفني عارف ان انا عندي مشكلة في ايدي اليمين فما بعرفش اعجن بيها. فبستخدم العجان. ربنا يعافينا جميعا يا رب كده ويخفف عننا ويشفي كل مريض يا رب. هنا انا اختبرتها كانت لسه عايزه شويه ميه، زودت لها حوالي 4 معالق ميه وشغلت عليها تاني لحد ما وصلت النتيجه اللي انتم شايفينها معايا دي. يعني هي تلزيقه واحده في صباع واحد كده بس، لان هي كانت ملزقه من البدايه، لكن هي يعتبر ما بتلزقش. هنا جمعت العجينه بقى على ايدي تاني ورجعتها ودهنتها زيت وغطيتها، او لو مش عاوزه تديني زيت تقدري فوطه تبليها ميه وتعصريها جدا من نديه كده بس وتغطيها بيها. هنا بدات اقطع العجينه، يعني انا سبتها ارتاحت 10 دقايق بس. قطعت العجينه، قطعتها كور صغيره كده، وطبعا على صينيه مرشوشه بالدقيق. حجم الرقاقه ده يرجع لك انت، يعني حجم كرة العجين دي يرجع لك انت، يعني تقريبا من 40 ل 45 جرام. حلوه جدا ومناسبه للصواني المتوسطه اللي هي مقاس 32. تمام. هنا بقى انا هقطعها بالشكل ده كده واحاول اهندمها كده واخلي شكلها لطيف. وبعد كده لما بخلص الكميه كلها بغطيها كويس لحد ما بجهز حاجتي بقى، بس سريعا جدا. النشابه والصينيه اللي انا افرد عليها او الرخامه او الترابيزه بتحطي عليها دقيق كتير كتير جدا، وبتبداي تفردي بالشكل ده كده. الفراده على فكره دي يا جماعه احسن بكتير من النشابه، يعني كنت بشوف ماما الله يرحمها زمان كانت بتستخدم النشابه اللي هي الرفيعه الطويله دي، اسمها نشابه الرقاق والفطير. فانا ما عرفتش اشتغل بيها، انا هنا في بيت العيله مش في بيتي، فما عرفتش اشتغل بيها على الترابيزه اللي هنا. كانت عايزه رخامه او حاجه كبيره تقدر تشتغلي عليها. الترابيزه فيها تقويصه بسيطه كده من النص، فما نفعتش مع النشابه التانية. كانت ممتازه جدا مع الفراده، انقذتنا بصراحه. بتفردي بقى وبتراعي ان يكون تحتها كميه دقيق كتير، وترش عليها برضو. تبداي تطلعها على النشابه رفيعه، تنفضيها كويس من الدقيق، لازم تتنفض كويس جدا علشان ما تصفرش في الخبز. الفرن بقى انا حاطه الصاج فيه مشغله من تحت بس على نار متوسطه مايله للعاليه، لكن ما تكونش هاديه. تمام. بفرد الرقاق زي ما انت شايفه كده، وبعد نص دقيقه بقلبها على الناحيه التانية، وبقلب بقى علشان يوصلها التسويه من كل الجوانب، والنتيجه بتبقى زي ما انت شايفه معايا كده. هنعمل ان شاء الله منها باذن الله الحلقه الجايه. انا كده في المقطع اللي عدى ده كنت بوريكي قد ايه. بصي يعني شفافه، ايديا باينه من وراها. ما شاء الله، يعني جربوها وان شاء الله تدعوا لي ومش هتندموا. طيب لو كنت وصلتوا معايا لحد هنا ارجوكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، اشوفكم على خير في فيديو جديد مع وصفات من مطبخ اميره. دمتم في رعايه الله. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. الله اكبر الله
ولله